عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. مانشستر يونايتد كيف العادة يرفض عرض رسمي مقدم من بيشكتاس التركي لضم حنبال المجبري لصفوفه على شكل إعارة، علما وأن الميركاتو في تركيا يغلق أبوابه يوم 15 سبتمبر المقبل. الرفض هذا من قبل مانشستر يونايتد إعارة اللاعب ما كانش الرفض الأول ومش باش يكون الرفض الآخر، حيث أن الإدارة الفنية لليونايتد رفضت سابقا عديد العروض الإنجليزية والإسبانية، والرفض هذا أكيد باش يسبب عديد من المشاكل للاعب ويأثر على مسيرته الرياضية وخاصة الدولية. تحقيق تساؤلات عديدة من قبل الجماهير بخصوص الموضوع هذا وحيرة كبيرة على وضعية حنبال مع الفريق. شنو يحب بالضبط المدرب الهولندي تين آغ من لاعبنا الدولي حنبال؟ علاش إدارة مانشستر مش حابة تفرط في اللاعب لا على سبيل الإعارة ولا بصفة نهائية؟ هل أنه بالرسمي تين هاغ مقتنع باللاعب وباش يتم تشريكه وتمكينه من وقت لعب مع الفريق الأول؟ أو أن اليونايتد تستحفظ على حنبال فقط من أجل تشريكه مع الفريق الثاني؟ عديدة هي التساؤلات باش نحاول نوضحوها في الفيديو هذا، لكن قبل كل شيء احتراما منك لمجهودنا ما تنساش تعمل جيم للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات باش تكون أول ما يوصلك جديدنا. حسب التصريحات الأخيرة للناخب الوطني جلال القادري إثر الندوة الصحفية بعد مقابلة تونس وبوتسوانا، لمح إلى أن مكان حنبال المجبري في تشكيلة المنتخب التونسي هي رهين المدة الزمنية اللي باش يحظى بها مع فريقه مانشستر يونايتد، وقال أنه حنبال يعرف جيدا أنه لازم يفرض روحه في فريقه ويشارك في المباريات باش يحافظ على وجوده مع المنتخب، مؤكدا أن الجاهزية هي المعيار الوحيد الذي سيتم اعتماده والذي سيحسم وجود أي لاعب في تشكيلة نسور قرطاج. كما أشار أيضا إلى أن حنبال المجبري أراد مغادرة مانشستر يونايتد في الميركاتو، لكن الإطار الفني تمسك به ووعده بالتعويل عليه في بعض المباريات، وفي الحقيقة هذه الوعود ما شفناهاش على أرض الواقع، حيث أن المجبري في 4 مباريات مع فريقه بالدور الإنجليزي لم يشارك إلا مرة واحدة كان خلالها على دكة البدلاء، ولعب فقط هذا الموسم 90 دقيقة مع الفريق الثاني. علاوة على ذلك تم أيضا تسجيل غياب لاعبنا الدولي حنبال من قائمة مانشستر يونايتد اللي تم الإعلان عنها مؤخرا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وحسب ما نشوف وعود تين آغ لحنبال إلى حد الآن هي وعود زائفة. وضعية حنبال في الحقيقة تزداد تعاقدا، وشفنا حتى مردوده مع المنتخب التونسي في المباراة الأخيرة ضد المنتخب البوتسواني كان مردود ضعيف جدا بسبب افتقار اللاعب للريتم والمنافسة. نعرف الناس الكل مقتنعين أنه حنبال المجبري لاعب موهوب وهو مستقبل المنتخب التونسي، لكن لازم يشارك في المباريات بانتظام باش ما يتيحش من الناحية البدنية، وفي نفس الوقت ما يضيعش لي ريبير متاعه على أرضية الميدان. وكنا قد شفنا في بداية المباراة ضد بوتسوانا قداش من كرة ضيعها حنبال من ساقيه وكيفاش كان تائه فوق الملعب، وخاصة تضييع فرصة تسجيل هدف بطريقة غريبة عبر التسديدة اللي كانت خارجة وبعيدة كل البعد عن مرمى المنافس. في الحقيقة المنتخب والجماهير التونسية بحاجة لحنبال انه يكون ضمن التشكيلة ويرجع الفورمة متاعه، خاصة وأن كأس الأمم الإفريقية ما عادش ليها برشا وقت. لذلك نتمنى والناس الكل لا يكلف عناد مانشستر يونايتد في رغبته في الاحتفاظ باللاعب، خسارة للمنتخب التونسي وللأحباء، لأنه في النهاية المنتخب والجماهير التونسية واللاعب هم الخاسرون الوحيدون. لأني نوصل نهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة، ما تنساش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول ما يوصلك جديدنا.